اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. تعالوا النهارده الفيديو بتاعنا شوية نصايح كده لكل ست بيت يا حبايبي، بالنسبة للشراء في السوق، ان انت تجيبي ازاي حاجتك صح، خضار او سمك وكده. وهنعمله مع بعض النهاردة برطمان مخلل زي ما انتوا شايفين كده، مشكل من كل حاجة ومن قلب بيتك، ومش هيكلفك اي حاجة. وهقولك ازاي تعملي المخلل صح ومظبوط ويطلع معاكي 100%، ومن تاني يوم تاكلي منه على طول. بس اول حاجة نصلوا على الحبيب قلبنا يطيب، ونصلوا على النبي، ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وقول لنا بقى ام حنين. واللي اول مرة يشترك في القناة ما ينساش يفعل زر الجرس على الكل، واشتراك في القناة وتعليق حلو منكم يا حبايبي. وتعالوا نخشوا بقى النهاردة على الحاجة بتاعتنا. هنجيبه جبنا ايه من السوق، وازاي تشتري حاجتك صح، وازاي محدش يضحك عليكي. تعالي يا حبيبتي بقى كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي كل حاجة. بص بقى، ده سمك يا حبايبي، اللي بتتخمي في السمك، واحنا كلنا مر علينا الكلام ده كله. عشان تجيبي السمكية وتعرفي ان السمكية دي طازة، بتفتحي الراس بتاعتها زي ما فتحتها كده النغشيش كده، وتشوفي لو حمرة فاتحة كده، دي تبقى طازة. تمسكي ظهر السمكية وتلاقي ظهر السمكية كده مليان مش رفيع، تلاقي ظهر السمكة مليان، وتتك عليه بصوابعك، صوابعك ما بتغرس لجوه، دي تبقى طازة. السمكية تبقى حمرا زي ما انتوا شايفينها كده، دي السمكية الكويسة. ما تجيبيش السمكة الزرقاء المبيضة، دي السمكية الكويسة. ماشي يا حبايبي؟ ديت السمك. علشان خاطر تجيب السمك صح، يبقى تتك عليها ما تلاقيهاش باللحم، صوابعك بتتغرس في اللحم، دي مش طازة. تعالوا بقى الكرنبيت. انا بصوا الحاجات دي انا جايباها في نفس اليوم، يعني انا مصوره في نفس اليوم. الكرنبيت عشان تجيبيه زهرته زي ما انتوا شايفينها كده ماسكه ببعضها يا جماعه، ما تجيبوش مفرغه، وتجيبيها بيضه، تحس ان هي داخله ببعضها كده وتبقى بيضه، علشان خاطر هو ده الكرنبيته، يعني الكرنبيته المظبوطه الصح الحلوه. الخس بقى عشان تشتري الخاصية الصح، الخاصية القصيرة الفلاح اللي تلاقيها مسكرة، اللي قلبها من جوه ملفوف في بعضه كده وقصير، ما يكونش طالع لبره ببوس طويل كده، دي بتبقى مزمخة مش حلوة، بتبقى مرة. الخاصية البلدي اللي بتبقى وراها اخضر زي ما انتوا شايفين كده، وقصيرة ومليانة منفوشة كده، عاملة زي الوردة كبيرة كده. تمام يا حبايبي؟ هي دي كده. الخس لما تكوني عايزة تشتريه صح، لان في ناس كتير بتخم، وانا حصل معايا كتير كده، انا واحدة من الناس حصل معايا كتير كده، وكنت بشتري ويقول لي تعالي وحلو وجميل واخد وامشي، وبعد ما اروح البيت الاقي الحاجة مش عاجباني خالص. فبتعلم، يعني كل واحد بيتعلم. فقلت اقول لكم برضو على الملحوظه دي عشان تعرفوا. القرنبيط بقى عشان تكسريها من ورا كده، زي ما انا جبتها كده، تكسريها من ورا كده ببوز السكينه، وهتغرزيها في قلب العرق بتاعها، وهتشد السكينه هتلاقيها طلعت معاك على طول، من غير ما تبوظ منك ولا تنهرى ولا يحصل لها اي حاجه. شايفين الكرنبيطه يا بنات زي الفل كده، ورده منوره كده، وجايباها كانت. بصوا عندنا احنا الفلاحين بيقعدوا بقى بالحاجات دي بالليل، بيبقوا لسه زارعينها جامعينها من الاراضي، بتبقى الحاجه معاهم صبحه وطازه ما شاء الله يعني، واسعارها بتبقى كويسه. القرنبيطه دي انا جايباها ب20 جنيه، في الايام العاديه بيقولك ب30 جنيه. الخس ده التلاتة ب5 جنيه. اللفت الاحمر الجميل ده اللفت ايه يعني، ايه الوسط، يعني ما تجيبيش اللفتايه الكبيره. ماشي؟ ده اللفت الوسط برضو. الخمس ربط دول 5 ربط، ال5 ربط دولت يا حبايبي ب7.5. هي كانت يعني حزمة على بعضها كده، بيبيعوها ب15 جنيه، بس كانت هتبقى كتير عليا، قسمتها انا واختي. اختي خدت نصها وانا نصها. تمام؟ تنقي اللفتاية الحمرا الناعمة اللي انتوا زي ما انتوا شايفين كده، وتكون حمرا يا جماعة، و... ويكون طرية، تقطميها من فوق كده تحس ان هي طرية،
ماشي. هننضفه بقى اللفت ونعمله احلى برطمان مخلل النهارده مشكل بقى من كله. هتلمي كل اللي عندك في التلاجة كده مش محتاجاه او مركون وينفع مخلل، هنلمه مع بعض ونعمله احلى تشكيلة مخلل يا حبايبي. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واللي وصل لحد كده يقول لي ايه رأيه، وما ينساش اللايك والاشتراك يا حبايبي وكومنت جميل منكم. يلا يا حبايبي، ادي القرنبيط بقى اللي معلش انا اسفه. نضفنا اللفت زي ما انتم شايفين كده، وخدت يعني احنا ملناش في العروق بتاعته كتير. كان عندي كام جزرايه كده قيمه نص كيلو جزر في التلاجة، كان خلاص قرب يدبل وكده. خدته برضو قشرته تمام، وهحطه برضو على المخلل بتاعنا. وهاخد حته برضو من القرنبيطه كده. هبصوا عشان تفككي بقى القرنبيطه، تغرزي السكينه برضو في كل وردايه كده، هتطلع معاكي بسهوله، ولا تتهري منك ولا تبوظ ولا الكلام ده خالص. بصي يعني دي نصايح بسيطه وبتفيدك كمان، عشان الحاجه دلوقتي غاليه، ما عادتش حاجه رخيصه، الحاجه غاليه. وبصراحه لما بتبوظ بتزعل. ادي القرنبيطه طلعت معايا الوردات اهيت يا حبايبي كده، بصوا ما شاء الله. بس انا بقى ايه، هاخد الواحده الوردايه اللي فيها الحرف بتاعها مفرغ كده، هاخدها احطها على المخلل عشان تبقى تشكيلة مخلل كده ايه حلوة. ال دي بصوا مفرغة ازاي، ديت المفرغة، انا هاخد المفرغة احطها للمخلل، والوردية اللي ماسكة ببعضها كده اللي داخلة ببعضها دي هخليها بقى يا حبايبي ايه، ديت هسلقها اعمل منها طبخة قرنبيط. هي القرنبيطة دي انا مكنتش اعملها على طول، انا جبتها هشيلها يعني تمام. وان شاء الله برضو في فيديو هعمل معاكو ازاي بخزن القرنبيط، وتخزنيه من السنة للسنة ويبقى معاكي زي الفل، ولا بيجراله اي حاجة ولا بينهرى ولا الكلام ده كله. بس انا بقى جبت الكام وردة كده، جبت الكام وردة اللي انا حطيتهم اللي انا هعملهم، احطهم كده في المخلل وفصصتهم. وجبت الجزر، القطعة دي جميلة يا جماعة، انا بعمل بيها كل حاجة للمخلل، بتطلع لي المخلل شكله تحفة، وبتسهل معايا التقطيع جامد يعني. تقطعها خفيف، هي حامية وحلوة وبتسهل معايا التقطيع جامد. من اي حد بتاع الرفايع اللي هي بتاعت المطبخ وكده، موجودة عنده ورخيصة مش غالية. بس هي بصراحة بتسهل معايا اي حاجة بقطعها المخلل، بتسهل معايا خالص. يلا نصلي على النبي يا حبايبي. ادي الجزر قطعته اهوت والقرنبيط، وده اللفت اهوت بقى بدأت اقطع فيه تمام، خفيفة وبسيطة. عارفين الواحد ما بيستغناش عن المخلل، وبتلم يعني هو ده اللي انا اشتريته من السوق. اللفت والقرنبيط كده كده موجود، انا هعمل منه اكله، خدت منه حتتين. لميت اللي موجود في الجزر اللي في التلاجة هيبوظ. وكده خلصت التشكيله بتاعته وقطعته وغسلت المخلل بتاعي. تعالى اقول لكم بقى تعملوه ازاي، طريقه سهله وبسيطه ومضمونه. دي هريسة الشطة انا عاملاها برضو عندي في البيت يا حبايبي، هحط منها معلقة بس مش كبيرة عشان ما يبقاش حراق. ماشي يعني معلقة مش مليانة. بعد كده يا حبايبي بقى هنزل بشوية كمون تمام، شوية كمون كده حلوين. وهنزل بشوية الملح بتوعي، الملح ده حسب رغبتك انتي وحسب ما انتي حابة المخلل بتاعك. انا بحبه مش حادق قوي، يبقى كويس يعني علشان خاطر الاملاح وكده، فما بحبوش يبقى مخلل الحادق تمام. ده بنجر برضو كنت انا جايباه عندي ومفرزاه، ف... فجبته، بجيبه كده بفرزه في الفريزر يعني. ده عندي من السنة اللي فاتت برضو. باخد منه بقطعه مكعبات كده، وباخد منه لما بكون محتاجة، باخد منه كده الحاجة اللي انا عايزاها. بعمل كام علبة عندي زي ما انتوا شايفين كده، وبستخدمها لأي حاجة أنا محتاجاها، العصير لحاجة بيبقى حلو قوي للأنيميا برضو. بعمله على عصير الفراولة برضو كده، بعمل لكم منه يا جماعة وأقول لكم بتبقى حلوة للأنيميا تمام. قلبته كده كله على بعضه، وجبت البرطمان بتاعي. وعلى فكرة يا جماعة، المخلل لو كتير عندك والبرطمان صغير، الطريقة اللي انا عملت بيها دي بتنيم معاكي، بتهبط معاكي المخلل، تحطيه في البرطمان
بياخد معاكي. انا الكميه ما كانتش هتاخد البرطمان، انا حطيته في الخلطه اللي انا قلت لكم اللي انا عملتها معاكم، الملح والشطه والكمون، وسبته شويه هبط معايا ونزل ميه كمان وملى البرطمان زي ما انتم شايفين اهو. بدل ما تحطوا في كام برطمان، خد برطمان واحد الحمد لله. ميته بدأت تحمر ازاي يا حبايبي في اولها اهوت.